سلام، نتمنى تكونوا بخير. وليتي كتفهم اهميه تخدم على راسك والطريقه باش كتصرف. بديتي كتجمع شويه الفلوس، عندك اهداف وباغي توصل ليهم، وكتقلب على احسن وسيله توفر بها. الوسائل باش توفر موجودين، خاص غير تعرف ليهم. تقدر تفتح كونت مخصص للتوفير في البنكه، ولا دير كونطرا د لاسيورونس في البنكانيت ولا في شركه التامين. في هذه السلسله ديال 3 الفيديوهات غادي نشوفوا جميع وسائل التوفير اللي ممكن تستعملهم بكل سهوله. غنبداو بالوسائل اللي هي عباره عن كونت في البنكه، بحال حساب التوفير في الفيديو الاول، الوديعه لاجل في الفيديو الثاني، وندوزو من بعد لعقود التامين في الفيديو الثالث. غنهضروا لكم على الخصائص ديالهم، علاش ممكن تستعملهم والهدف منهم. نبداو باول وسيله اللي ديما كنصحوا بها المتتبعين ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بلاتفورم ديال هامينو، اللي هو حساب التوفير. حساب التوفير اللي معروف بزاف بحساب عند الدفتر هو نوع من الحسابات البنكيه اللي تقدر تحط فيهم الفلوس اللي كتجمع. في المقابل البنكات كتعطيك ارباح على حسب سعر فائدات حساب التوفير اللي محدد في ديك الوقت. حساب التوفير هي الوسيله الوحيده اللي ممكن تجبد فلوس وقت ما بغيتي وفابور. عقلوا على هذه القضيه، غنفكركم فيها من بعد. غالبا غيكون ديجا عندك كونت في البنكه اللي كتستعملو في الحياه اليوميه، كدير تحويلات، كتدفع الشيكات، كتخلص الفاتورات ديال الضوء، الماء، اولين. هذا الحساب كيتسمى الحساب الجاري كونت كورون. والغلط اللي كيديروا بزاف الناس هو كيستعملوا هذا الكونت باش يوفروا. هو راه كاين حساب التوفير اللي هو الحساب المناسب باش توفر الفلوس اللي ما ناويش تصرفهم. اكيد غتكون كتسائل شنو هما خصائص حساب التوفير. انا غنقول لك، كتربح منه فائده، فلوسك متاحه في اي وقت تجبدهم وقت ما بغيتي، مناسب للتوفير على المدى الطويل، ولكن محدود في 400 ألف درهم. علاش لا توصل لها ان شاء الله، زائد ما عندكش الحق تفتح اكثر من حساب واحد في البنكات كاملين. في المغرب سعر فائده حساب التوفير خاضع للبنك المركزي، بنك المغرب، هو اللي كيحددو كل 6 شهور. هذه الفائده كتزاد لك في حساب التوفير الخاص بك كل تريمستر، اي كل 3 شهور. الخرج شهر 3، الخرج شهر 6، شهر 9، شهر 12، على حسب المبلغ اللي خليتي في الحساب ديالك باستمرار، يا اما من 1 حتى 15 في الشهر، ولا من 16 حتى لخرج الشهر. معدل فائدة حساب التوفير الحالي هو أقل معدل في التاريخ، ومع ذلك يبقى الحساب المناسب لتكوين صندوق الطوارئ أو توفير المصاريف الكبار اللي تابعين. هذا المبدأ صندوق الطوارئ قليل الناس اللي خدامين به وفاهمينه. غنفسروا لكم دابا، تبعوا معايا. الخطوة الأولى ديال التوفير هي تجمع الدوائر الزمان بتكوين صندوق الطوارئ. غينفعك في المصاريف اللي كيجيو على غفلة: ثلاجة خسرات، طوموبيل تحت اون، تليفون تهرس، بيسي سكت، وزيد. هاد الفلوس اللي خصتي لمواجهة دوائر الزمان حطهم في حساب التوفير باش تقدر تجبدهم وقت ما وقفتي عليهم. من غير صندوق الطوارئ حساب التوفير تقدر تجمع فيه المصاريف الكبار اللي كتوجد ليهم، بحال تشري طوموبيل ولا تسافر، توجد الخلاص ديال لاسيورونس الى اخره، وهكا ما غتحسش بهم نهار كتخلصهم. حتى هنا فلوس كيكونوا متوفرين في اي وقت. النصيحه اللي نقدروا نعطيوك هي تبع المدخرات ديالك على اكسل ولا بلوك نوت باش تفرق بين الفلوس اللي جمعتي لصندوق الطوارئ والفلوس اللي جمعتي لهدف المصاريف الكبار. نتمنى انك فهمتي الاهميه هذا الحساب، وإلا ما عندكش تشجع تمشي تحلو. خاص غير يكون عندك اكثر من 18 عام ولا يحلو لك ولي الامر ديالك. هو راه فابور، ولكن المبلغ الادنى اللي خاصك تحط هو 100 درهم ولا اكثر في بعض الابناك. ما تنساش تجي معك البطاقه البنكيه وتقرا الكونطرا قبل ما تسيني. بقاو على القرص وفعلوا الجرس باش يطلع لكم الفيديو الجاي. غادي نشوفوا الوديعه لاجل، وما تنساوش بارطاجيو باش تعم الفائده.